سؤال يعني كان بعض المعترضين على المسيحية بيقولوا، يقول لك ايه، ازاي تشرب الله؟ ازاي يعني تاكل الله؟ ازاي تاكل الله؟ بتاكل الله زيك زي الوثنيين، زي كفار مكة كده بالظبط. في يقول لك ازاي تسجد للقربانة، تسجد للعيش. كفار مكة كانوا بيعملوا ايه يا فندم؟ بيحطوا الصنم يعبدوه، لما يجوعوا لا مؤاخذة ياكلوه. بص ده الصنم اللي كان بيعبده، بص خلي بالك بياكل حتة منه. بص ده اللي انت بتعمله في الكنيسة بقى، خدت بالك من دي؟ ده بالظبط اللي انت بتعمله في الكنيسة. انت مش بتسجد بس، لا انت بتعبد، لان ده جسد المسيح اللي فوق في السماء، فانت بتعبده. فما تجيش تغير الكلام، ما تجيش تقول ده بيقولوا ان انت بتسجد للعيش، لا انت بتعبد العيش مش سجود بس. بص ده اللي انت بتعمله في الكنيسة. بص تقوم واكل وبعد كده هتقوم واخده تحت باطك يا جمل بص ده اللي انت بتعمله. هل انا بكذب في كلامي؟ لا، انت بتعبد العيش وبعد كده بتاكله. انا بكذب؟ هل انا بقول كلام مش حقيقي؟ انتوا في وجهة نظركم، في ايمانكم ده بالظبط. ده الصينيه دي ده المسيح، والمسيح ده الله، صح يا فندم؟ والدم ده دم المسيح نفسه، ده الدم اللي لما اتضرب بالحربه نزل. انتوا بتحطوا ميه عشان لما نزل منه دم وميه، فاهمني؟ فانتوا بتحطوا هو دم اللي هي الخمره وميه. وصلت ولا انت مش؟ انا عارف ان انت ضعيف لاهوتيا على فكره، انا بشرح لك الحاجات دي، انت مع الوقت هتدرسها هتعرف ان كلامي صح.